طلب مداخلة. اتفضل. أحمد، مساء الأنوار. مساء الانوار يا كابتن مدحت، وبمسي على حضرتك والكابتن هاني رمزي والكابتن فاروق جعفر كابتن تمام ربنا يخليك ومبروك مبدئيا على ال3 نقط يا أحمد. الله يبارك فيك يا كابتن مصر. قول لي. كنت بس حابب اعمل مداخله بس عشان كنت عايز بس اتكلم بس على مستشار مرتضى طلع يتكلم عليا. سمعت ان هو طلع يتكلم عليا. اتفضل. اخويا محمد لسه قايل لي دلوقتي ان هو طلع يتكلم عليا انا وكذا لعيب في الفرقه. انا دلوقتي طالع بس اقول له ارد عليه عشان هو ما ينفعش يجيب اسم احمد توفيق يقول له ان هو ما ينفعش يلعب ولا ما ينفعش ولا ينفع طارق حمدي يلعب عليه. لا بس على مهلك يا احمد، على مهلك. لا استنى بس بعد اذنك بس يا كابتن، بس بعد اذنك. انت سمعت حد قالوا لك دي غلط؟ لا انا عندي واحد زي واحد سويتني. انت مش عايزني مشيني من النادي بس ما تطلعش تتكلم عليا. اتكلم عليك اتكلم عليك. قال ايه يا احمد؟ ما يتكلمش عليا. لا يا ابني ما اتكلمش عليك، ما ينفعش تقول حد قال لي. اسمع بودانك. هو احسن انديه مصر محتاجاني دلوقتي. احسن انديه مصر. لا يا مش عايز اتكلم. لا هو مش عاوزني. لا هو مش عاوزني يمشيني بس ما تطلعش تتكلم عليا. لا ما اتكلمش عليك. خليني دقيقة واحدة يا كابتن مدحت. هو قال ايه يا احمد؟ قال ايه؟ طب بعدين يا كابتن مدحت بس سيبني بس اتكلم. انا راجل دلوقتي متربي يا كابتن ومن عيله محترمه، وانا اصلا ما بتكلمش في اعلام ولا بحب اتكلم يعني في اعلام، بحب اشتغل بس ابقى في شغلي بس. انت لعيب كبير ما ينفعش يطلع يتكلم عليا يا احمد. ايه الكلام اللي وصل لك يا احمد؟ لما هو رئيس نادي انا برضو لعيب كبير وانا عليا اسمي برضو في النادي يا احمد. هو يا ابني خليه يا جماعه دقيقه واحده بس، خليه يتكلم. خليه خلاص هو بيتكلم غلط. نسمعه بس. اتفضل. ما اتكلمش عليك يا احمد بشكل مباشر يا ابني. دقيقه واحده بعد اذنك. اتفضل يا احمد. حضرتك يا كابتن مصر، حضرتك انتوا كباتن كلكم على دماغي من فوق، بس هو يعني انتوا في الكوره كده اعرف بتعرفوا اكتر مني بكتير، بس هو ما ينفعش. انا ما شفتش في النادي الاهلي مثلا عامه الباشمهندس محمود طاهر يطلع يتكلم على لعيب من اللعيبه. خليني ادير الحوار بعد اذنك. انا ما بشوفش كده في الكوره يعني. سؤال يا احمد. هو يطلع يتكلم هو عنده 1 زائد 1 بيساوي 2 وانا عندي 1 زائد 1 بيساوي 2. طب سؤال يا احمد. عايز احمد توفيق مشيه من النادي. طب سؤال يا احمد. سؤال ناخد مشيه من النادي. انا بكره يا كابتن او بعد بكره ان شاء الله عشان نسافر دلوقتي البلد. بعد بكره انا هعمل شكوى في النادي وهفسخ عقدي بالطراد. عايزين يفسخوا عقدي يفسخوا، عايزين يمشوني. طب خليني عليا واسلوب يقول ان هو ما يلعب ما يلعبش. دي حاجه بتاعت مدير فني. ما انت ماسك مدير فني ليه؟ حضرتك يا كابتن هو المدير الفني ده لازمته ايه؟ الحمد لله بفضل الله 7 سنين في النادي، بفضل الله اي مدرب يجي لازم العب معاه عشان انا بجتهد. انت لعيب مهم، انت لعيب مهم. دي واحده يا كابتن فاروق. بص يا احمد، احنا سمعناك. اسمعنا بقى بعد اذنك. نقدر اعتزازك بنفسك، واحنا كلنا بنعتز بيك كلاعب كبير ولاعب منتخب، لكن هو السؤال يا احمد، انت وصل لك ان هو قال ايه؟ لان ممكن اللي وصل لك يكون غلط. اللي وصل لي ان اخويا بيكلمني بيقول لي ان احمد توفيق في الملعب لازم طارق حامد يلعب عليه هو ودونجا يلعب. حضرتك انت شاري لعيبه. لا ما قالش كده خالص. ما حصلش. ما تطلعش تتكلم على لعيب. لا بقولها يا كابتن. الملعب واسع والذكر اللي بيشيل في الاخر هو بيستحمل. ما حصلش الكلام ده. بس خلي بالك الملعب واسع موجوده، بس ما تطلعش تتكلم على لعيب. ما ينفعش انت تطلع تتكلم لا على هو ربما يكون انتقد ادائك، ربما عشان نكون صرحاء، ولكن ما قالش ان يلعب عليك فلان وفلان. ربما هو شاف النهارده ان انت مش في الفورمه. لا ما هو ممكن يكون غلط. استعجلت يا احمد. لا يعني هو اللي قال انتقد ادائك، وده امر مشروع. ان هو احنا بننتقد اداء اي حد عادي جدا، لكن لا قال ان فلان يلعب عليك ولا قال ان علان يلعب عليك. لا خالص. سخنك اوفر يا احمد. غلط يا احمد، غلط. اللي وصل لك غلط يا احمد. قال كده يا كابتن، قال لك لازم طارق حامد ودول. لا ما قالش كده. لا ما قالش. انا في الاستوديو ما قالش كده. لا ما قالش كده. وهتبقى تتعادلك. خلي نصر يبقى اعداد. انت استعجلت شويه يا احمد. انت غلطان يا احمد. واحنا يعني بالنيابه عنك يعني بنصحح لك المعلومه. وانت لعيب مهم، وشوفها على اليوتيوب دلوقتي هتجد ان هم بالعكس هو بيعتز بيه. وانت لعيب كبير يا احمد. وانت مستني حد يقيمك يا احمد؟ ده لعيب كبير يا احمد. كابتن النادي بعد شيكابالا. كابتن النادي بعد شيكابالا طبعا. يا احمد. لا يا احمد هدي نفسك. لا اقفل الموضوع بشكل يقفل مظبوط يا كابتن مدحت لو سمحت. اختم بشكل مختلف اختم كويس يا كابتن مدحت. يعني خلينا نقول لو ده ما حصلش، انت موافق على اللي انت قلته ولا تغير كلامك لو ده ما حصلش؟ يا كابتن ده حصل يا كابتن. يا سيدي بنقول لك ما حصلش يا احمد. اخويا يضحك عليا، اخويا سخنا يا كابتن. اخوك سمع غلط يا اخي. لا هو قال لي كده، هو قال لي ده اللي حصل. لا يبقى اخوك غلطان. لا اخوك ما سمعش صح. بص يا احمد، افتح عندك اليوتيوب شوفها وارجع اتصل بالقاضي تاني، هندخلك بعد ما تشوفها. ايه رايك؟ رساله غلط. ماشي يا كابتن. شوفها يا حبيبي. مع السلامه. اتفضل يا احمد اتفضل. برضو انا باخد على اذا كان اخوه اللي بلغه برضو غلط. سخنوا يعني تسخين ملوش معنى. يا كابتن مدحت برضو مدير فني هنا عندنا دخل برضو اتكلم قال ان كابتن امين
هاجمنا وبتاع. يا سيدي انت سمعت؟ قلت له مين اللي قال لك؟ قال لي اخويا كان بيقول. اخوك ايه؟ ولا احنا انتقدنا ولا هنا بننتقد، احنا بنتكلم فنيات. وانت بتنتقد اشخاص ولا الكابتن فاروق بينتقد اشخاص ولا الكابتن هادي بينتقد اشخاص؟ هو احنا لينا غرض في حاجه؟ ده انت بتنتقد اداء عام جماعي وفردي من غير اي ضغائن. وكل اللعيبه ليها احترامها والمديرين الفنيين لهم احترامهم والانديه كلها بادارتها ليها احترامها. بنتكلم كوره. الكلام ده كله بصراحه ضغوط بتطلع. وانا يعني بشكرك. الموضوع لازم يتلم بشكل محترم لان هو سبع غلط. لا احمد توفيق لعيب وده ابن من ولاد نادي الزمالك المحترمين. لا ده كمان محترم. محترم ولعيب مهم. انا عايز مهم وكبير يعني. احنا في الاستوديو يعني